والبحث والتطوير في عالم الايروسبيس او الطيران. صوت هذه الطائره اللي هي طائره بدون طيار يمكن استخدامه في الاغراض العسكريه ولا المدنيه. الاغراض العسكريه يمكن نستعمله في المراقبه ولا التجسس ولا الاستخبارات، اما الاغراض المدنيه فيمكن نستعمله في خفر السواحل او البحث ولا الانقاذ، وكذلك الحصول على التصويرات الطوبوغرافيه. كما كتشوفوا هذه الطائره صنعت يعني تصنعت في السطح اللي هو باين، يعني ماشي شي امكانيات متطوره اللي غادي نديروا بها. وبغيت نوصل للشعب المغربي الى هذه الطائره هذه، الى توفرت الامكانيات راه غادي نصنعوا ما احسن من هذا الشيء هذا. والطموح ديالي هو انني نصاوب هذه الطائره باش انني ندفع بالمغرب الى الامام ويمضي قدما. This is craft or provide advanced aerodynamic. هاد الطائرة هذه كتعطينا واحد الصورة على شكل يعني انسيابي جديد جدا، كيتوفر لها واحد ايروديناميكية اللي هي ممتازة، كتعطينا واحد البرفورمانس اند افيشنسي اثناء الطيران ديال الطائرة. وهذا التصميم فهو تصميم جديد ماشي مستنسخ، فهو مبتدع من طرف عيساوي ايركرافت او عبد الرحمن العيساوي اللي هو مصمم ومصنع هذه الطائرة. هناك قطع غيار تم استيرادها من الخارج، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فرنسا. كما كتشوفوا هنا كتعرض لدينا عندنا هذه الفرفرة هذه يعني بالدارجة، أما بالمصطلح الطيران كيتسمى البروبيلرز، اللي هي تم الاستيراد ديالها من فرنسا، وهذه مصنعة بتكنولوجيا متطورة عادي اللي باش تقوم واحد البرفورمانس واحد الافيشنسي أثناء الطيران. أما هذا كيتسمى بسبينر أو الدوار، فالدوار تم استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية ومصنع من الفايبر كاربون، وتم الدخول ديالو عبر البريد المغربي وجابوه ليا سعيد البريد. حاليا ما كاينش اللي كيساعدك والو، كلشي كيواجهك بالرفض وتيوافق بالرفض والقمع، تيقول لك هذاك مساطين ما يمكنناش نساعدوه، يعني ما نعطوش فلوس. كاين اللي تيجلس معاه تيدير لك خاطر